بمناسبة موضوع بقى أحمد فتوح ده ياخدنا لموضوع مهم جدا كمان. أنت دلوقتي لو أحمد فتوح بقى عنصر أساسي في خط نص الملعب وريتم الزمالك، دلوقتي لما هيغيب مين هيكون بديل ليه؟ دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. أوسيريو لازم يكون في بدايل ليه. ممكن يكون بيجرب مجموعة ناشئين إن هو يشوف الناس. أحمد إيشو، أحمد إبراهيم إيشو، ممكن يكون شايفه إن هو يقدر يلعب في المركز ده، لأن حاسه إن هو بيخليه يتمركز على الكورة، وهو سنه صغير وممكن يتطور. أوسوريو من المدربين بصراحة، مدرب جريء. بيعجبني في طريقة تفكيره إن هو ما عندوش لعيب أساسي، عنده عادي أي حد بيتغير، أي حد بيقعد احتياطي، أي حد بينزل. فالحمد لله يعني على النتيجة وعلى الأداء. وإن شاء الله بإذن الله الأداء يستمر ويترجم، لأن مباراة الأهلي مباراة فاصلة هيترتب عليها حاجات كتير جدا إن شاء الله.